انت يا مقصوفة الرقبة، جملة بتتقال في كل البيوت. بس مين مقصوفة الرقبة دي؟ الحكاية بتبدأ أيام الحملة الفرنسية، لما لاحظوا الناس في القاهرة إن زينب بنت الشيخ خليل البكري اللي عندها 16 سنة بقت تلبس زي الفرنساويين فساتين وتضحك هي وأصحابها في الشوارع وتكلم ده وتسيب ده. مش كده وبس، ده حتى أبوها الشيخ خليل البكري فتح بيته للفرنساويين علشان يدوله مناصب زيادة. ما هو انتهز الفرصة لما عمر مكرم ساب مصر وطلب من نابليون إنه يعينه نقيب للأشراف، ومن يومها بقى هو وبنته زينب يستضيفوا الفرنساويين ونابليون ذات نفسه في بيتهم. وغير كده بنته زينب تقعد معاهم وتضيفهم، لدرجة إن الناس بقت تتكلم عليها هي وأبوها ويقولوا عليها إن في علاقة بينها وبين نابليون، لأنها في الوقت ده كانوا بيفتحوا لها المعسكرات الفرنسية وتزورها عادي. ومش بس كده، ده كمان بيعزفوا لها السلام الوطني بتاعهم. بس طبعا أهل القاهرة ما عجبهمش السبهللة اللي بتحصل فيها دي، وراحوا البيت خليل البكري ودغدغوه هو وأهله. بس طبعا الفرنساويين عشان قلبهم حنين راحوا أنقذوه وقبضوا على أي حد تسبب له في خسائر، لحد ما جات سنة 1801 وخرجت الحملة الفرنسية من مصر. وبعدها الثوار عملوا محاكمة لأي حد تعاون مع الفرنساويين وقت الحملة الفرنسية، وكانت أولهم زينب بنت خليل البكري اللي قالت إنها تابت عن اللي عملته. بس لما أبوها لقى إنهم هيلبسوه التهمة زي ما باع بلده وقال إنه بريء منها ومن أفعالها، وحكموا على زينب بقصف الرقبة.